حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الذي كان يبحث عن أفضل الرجال لتزويج ابنته، فبعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة السهمي إثر إصابته في غزوة أحد، ذهب عمر بن الخطاب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ لكن عثمان رضي الله عنه كان حييا، فطلب أن يمهل ليفكر في الأمر. وفي اليوم التالي جاء عثمان قائلا: لقد رأيت أنني لا أرغب في الزواج الآن. بعد ذلك ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر ولم يرد عليه، مما أثار في نفس عمر شيئا من الاستغراب والضيق. كيف لا يقبل أبو بكر الزواج من ابنته؟ ومكث بعض الوقت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه ليخطب حفصة لنفسه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكانت صوامة قوامة، كما أخبر جبريل عليه السلام قائلا: إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. هذا الزواج لم يكن مجرد توحيدا للعلاقات مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الزواج بمثابة رعاية لها ودعم لمكانتها، خاصة في حفظ القرآن ونقل الأحاديث. روت حوالي 60 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حفصة من حافظات القرآن الكريم، وكان لها دور كبير في الأمة الإسلامية.